المشكلة مو بقلة المهارة، المشكلة بقلة الضمير. في أخطاء بتصير سببها قلة الخبرة، وفي أخطاء سببها قلة الضمير، والفرق بيناتهم كتير كبير. مرة صار خطأ بشركة كنت عم تابعها، كل الفريق بلش يدور على مبررات إلا شخص واحد قال الخطأ مني وأنا رح صلحه، وبهي اللحظة عرفت مين فينا رح يكبر بالمهنة. قلة الضمير ما بتظهر بس بالسرقة أو الكذب، بتظهر لما تشتغل وأنت بتعرف إنه شغلك ناقص، أو لما بترمي الخطأ على غيرك، ولما بتعتبر إنه الراتب هو سبب لحتى ما تتقن عملك. الضمير المهني يا أخي ما حدا بيراقبه غيرك، ممكن مديرك ما ينتبه، ممكن العميل ما يكتشف، لكن مع الوقت قلة الضمير بتاكل سمعة الإنسان قبل ما تاكل نتائج الشركة. فالضمير رقيب لا ينام ولو غابت أعين الناس. اليوم قبل ما تخلص شغلك اسأل حالك سؤال واحد بس: لو هذا الشغل باسمي إلي بكون راضي عنه؟ إذا كان جوابك لا، معناها في شي لازم يتصلح. المهارة بتجيب لك فرصة، أما الضمير هو اللي بيخليك تستحق، ولأجل أثر باق نحكم العمل.